هل حقا شاهد الناس أسدا يتجول في جبال الأطلس بالمغرب هذه الأيام؟ من الممكن أن يكون أسد الأطلس قد عاد إلى البرية في المغرب. هناك عدد من التقارير التي تفيد برؤية أسد في جبال الأطلس في منطقة الخنيفرة وسط المغرب. في إحدى هذه التقارير تعرضت فتاة للهجوم من قبل أسد بينما كانت ترعى الأغنام في المنطقة. من الصعب تأكيد هذه التقارير حيث لا توجد أدلة تصويرية أو عينية قاطعة. ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي تشير إلى أن هذه التقارير قد تكون صحيحة، لأن أسود الأطلس كانت تعيش في جبال الأطلس في الماضي، لذلك من الممكن أن تكون هناك بعض الأسد التي نجت من الانقراض. وتشير بعض التقارير إلى أن الأسد الذي شوهد كان كبيرا وله بدة ضخمة، مما يتوافق مع وصف أسد الأطلس. إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فهذا سيكون خبر